صار لازم نشرب كوباية شاي. على هيك إطلالة بتطل على أجمل مكان وأقدس مكان في هاي البلدة بكل البلاد، قبة الصخرة، مسجد الأقصى. شوفوا جماله يا أخوان. الله يرزقك عم حبيبي، شرفتنا. هنعمل هيك، شايفين؟ هذا هو الأكل التراثي المقدسي. صندوق فيها شوية جبنة، اللي بيميز القدس انه لحد اليوم بعدهم محافظين على الاكلات التراثية الشعبية من الاهالي من الاجداد. تمام جاهز؟ يلا. يا سلام. هيك جاهزة للأكل. ما شاء الله. يا ميت اهلا وسهلا. حبيب القلب. محلكم يا عمي؟ سلمت. اعطيني بس شقفة اذوقها. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي. كيف حالك يابا؟ سلامات حجي. الله يسلمك. الله يسعد المساء. اهلين ومساء. بتجنن، طيبة كثير. ما شاء الله. يا عيني يا عيني. ما شاء الله. حبيب القلب، بتجنن، رهيبة والله. ورجعت أفرجيكم أكل التراثي في القدس والقبة الذهبية للمسجد الأقصى في شوارع القدس العتيقة. راح نبلش اليوم في شوارع القدس العتيقة، راح نشوف جمال القدس. زمان عنك يا قدس. السلام عليكم. تفضلوا. السلام عليكم. اجعل بركه. سلام الله. صح وقت الحمص. ما شاء الله حبيبي. يا عيني يا عيني. لك على اسمه. شوي والله، شوي تصوير شوي. ما شاء الله عنا كل انواع السلطه انا بعطيك موجوده عندنا. صنوبر. ما شاء الله يا عيني يا عيني. الله يرزقك عم. حبيبي، شرفتنا. أنا في القدس واليوم رح ناكل أكلات مميزة ورح نبلش يومنا في الحمص فول، أطيب فطور مقدسي تراثي من هون. باذنجان، دقة معروف كثير عنا،
بصل، بندورة، خيار مكبوس، سلطة ملفوف، والأسكة إشي تبولة لازم تكون في فطور الصباحي في القدس. تعالوا نجرب. بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا الحمص والفول كثير 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 معروف، بالأخص عند محل العم أبو كامل في البلدة القديمة. نسينا نفرجيكم اللبنة. هاي اللبنة بعزيتها. اللبنة طبعا إشي أساسي كثير في الفطور. وهي العجة. وهاي العجة. سلم. طبعا العجة كثير أكلة طيبة بالأخص في الفطور. كل الوقت نحن ناكل عجة نحن صغار، وإشي جزء كبير من الفطور في الصباح، ولسه أهل القدس محافظين عليها، محافظين على الأكلات التراثية زي الحمص فول، زي العجة، دقة، واللبنة. طبعا موجود فيها بصل وكثير أشياء مثل الأعشاب. أنا شايف بقدونس هون، طبعا هي مكونة من بيض. لازم ارجع على الحمص. هاي هون كل الحمص اللي مش مطحون، حمص المطحون من تحت، زيت، بقدونس، والصنوبر. اهم اشي الصنوبر. الصنوبر بيعطي كثير طعمة طيبة للحمص وفول. شوفوا كيف. يا ويلي. ما ننساش البصل، لانه البصل المقدسية واللي محافظين بعدهم على التراث كثير بحبوا ياكلوا بصل او بصل اخضر. لسه مش موجود هون، بس بصل او بصل اخضر. واو كثير رهيب. العجة استغنيش على العجة، عجة رهيبة. بندورة. ما جربناش الزعتر. هنعمل هيك، شايفين؟ هذا هو الأكل التراثي المقدسي. سلمت وعشت. هاي وصل الفلافل. فلافل من الأكلات المشهورة عندنا هون في القدس، مش بس في القدس لكن في كل البلاد. الفلافل اللي بيميزها إنه هي أكلة عربية تراثية، أغلب البلدان موجود فيه منها. فشوفوا كيف طحنين الحمص ومقلي في الزيت. يعني الفلافل اللي بيتميز انه من بلد لبلد له طعمة خاصة. طبعا كل بلد بحط اضافات من جوا، يعني هو حمص مطحون ممكن تحط فيه بقدونس، ممكن تحط فيه نكهات خاصة اللي تغير طعمته من بلد لبلد. كل بلد لها عادة، بس هي الفلافل بشكل عام هي أكلة كثير مهمة في تراثنا وتاريخنا، ولسه مكملين فيه أهل القدس لليوم. طلعوا قديش طري، لسه مش مستوي كثير من جوا. بطلت أعرف منين بدي بلش. هذا نشوف الجرجير. أنا شخصياً من عشاق البصل، ففيني أكل بصل هيك عادي جداً. واو رهيبة. نقلبها مع الزيت.
راح نبلش في مية البندورة مع البندورة. طبعا بيستعملوها مرات للشكشوكة، بس هي مش شكشوكة، هاي بندورة عادية معها ثوم، جواتها بصل على النار مع زيت. فبندورة محروسة فينا نقول، كمان طيبة. اللي بيعرف الشكشوكة يكتب لي تحت في التعليقات. وهي حامية كثير طيبة. هاتوا نذوق التبولة اللي أنا شخصياً من عشاق التبولة. سمسم، بقدونس، وفي رمان. شوفوا الرمان الأحمر جواتها. أهم إشي يكون في رمان، لأنه في أشخاص بحطوا التبولة بلا رمان. مع الرمان بيعطي نكهة كثير طيبة. الرمان فيه حموضة، فمعطيها تكون أكثر طيبة من كيف معتادين عليها. السميد لون أبيض، بقدونس، رمان، وطبعاً مننساش الأهم اللي هي الحامض. بلا الحامض والملح تحس شو طعم التبولة أبداً. مش ملحق أكلات من الفطور الصباحي هون في القدس. ملفوف، جزر، في شومر، كمان هاي سلطة كثير مميزة هون. عم بفكر بدي اخلي محل كثير لأكلات جاي على الطريق. لسه في بعد اشي واحد ما ذقناهوش على الطاولة صار، اللي هو اللبنة. اللبنة هي أكلة أساسية في كل بيت، لكن في القدس مع زيت الزعتر، والزعتر مرشوش عليها، أكيد راح تكون طيبة وغريبة علينا نحن العاديين. الحمد لله على النعم. واو، هي قريبة أكثر للبن المعزة. اللي بيتميز في القدس هو الأكل اللي موجود فيها. راح نشوف أكثر من أكلة تراثية في هاي البلدة المميزة اللي كل الناس تتمنى تكون فيها وتذوق أكلها. خليكم معاي، نهارنا طويل. طيب لوين رايحين مشوارنا؟ خلينا نشوف. السلام عليكم. السلام. تفضل يابا. سلطة فلفل يا حبيبي. هذا ما شاء الله عنك. بعدين بصير تفتي بالدار بعدين. الكوس والسلطة والفلفل. طبعا مخاخ الخروف، انتوا فاهمين؟ يعني المخ تبع الخروف موجود في هاي الخبزة. غريب. تعالوا نذوقها لأول مرة. مبدئيا كثير لزجة، يعني زي انه انتوا شايفين الابيض؟ هذا الابيض هو المخاخ، وكثير لزج بس له طعمه طيبة. اول مرة بذوقها. شايفين هاي هي المخاخ. طبعا هاي الأكلة مشهورة كثير هون في القدس، قديش ما بتتصوروا. أنا في ديني سمعت
اشخاص كثير جايين على المكان بعد الصلاه عشان يجوا بس ياكلوا هون، لانه كثير بيتميز في المخاخ. طبعا كثير اكلات غير المخاخ، بس هو هاي الاكل الاشهر اللي موجوده عنده وعليها طلب كثير قوي. لا غريبه، هي صار لها كثير من سنين عم بيطبخوها ويبيعوها، فصارت عاده من الاكلات العربيه في القدس. لزج كثير. شايفين كيف؟ طلع يا جماعة. فاهمين هذا مخ ولزج، مش متعود بس طيب رهيب، في عليه طعمة طيبة، البهارات يمكن مشكل فيها كثير طيبة. شوفوا هاي الخبزة ملانة من المخ، شوفوا واو. رح احس في الطعم كثير لسه لانه في كمية كبيرة في الخبزة. الاشي اللي مش متعود عليه انها لزجة كثير، فممكن لاي واحد عم يجربها لاول مرة يحس انه الاشي غريب، بس هي طيبة وبنصحكم تجربوها. موضوع منتهاش هون، الاشي انه هاي الاكلة تقريبا $10، فسعر معقول وبسيط. الشعب هون كثير بيرغبها، كمان لانها اكلة مميزة نحن بنسمعش فيها دايما. مخاخ، شو مخاخ؟ مش الكل بيعرف عنها، فبسعر معقول تقريبا $10. كل بيجي عشان ياكل يشبع، لانه هي من خبزة وسلطة وكمان جواتها المخاخ، فاكيد رح تشبع منها. انا ما قدرتش اكمل حاليا كل الرغيف. يلا يا جماعة رايحين على الأكلة الثانية. بعد ما خلصنا المخاخ صار دور نتحلى ونكمل طريقنا لأكلات مميزة في القدس. السلام عليكم. حط لي إشي بسيط هيك. ممتاز مجد ذوقك كمان بالمرة. جميل، اهلا وسهلا. حبيب القلب، محلكم يا عمي. سلمت. اعطيني بس شقفة اذوقها. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي. كيف حالك يابا؟ سلامات حجي. الله يسلمك. الله يسعد المساء. اهلين ومساء. بجنن، طيب كثير. صح. هاي السادة لا؟ هذه اشرح لي بس هاي شو بالضبط؟ القزحة. هاي قزحة؟ تعرف القزحة؟ الحبة القزحة. صح، اوكي. هاي هذه مكسرات. هاي مع شوكولاتة. في الاوريو صح؟ اوريو لا، في لوتس. لوتس؟ لوتس بكل الطعمات. هاي الجوز مزبوط، فستق الحلبي مزبوط، فستق الحلبي. هذه الجوز. طبعا انا اغلب الاوقات بيجي باخذ من هون عشان الحلاوه الساده بالاخص تعجبني كثير طيبه، لانه هي ساده، مش فيها طعمات ثانيه بتحس في طعمه الحلاوه نفسها، فبحبها كثير. دائما من القدس بيجي باخذ الوالده، لسه فاخذتها. هاي هي الساده كانت. شرفت حبيبي، شكرا كثير لك. يا صباح الورد. ذكرتني؟ جيت عندي مرة. صحيح. شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ جيت هيك وكنت مارق وحبيت أسلم عليك. شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ كيف أنت؟ شايفك عملت نقلة جديدة هيك في المحل. لا هيك أريح لك؟ أهون لك؟ شوف المحل الحمد لله الله موسعه. بدك تقول تلزم طولة البال. صحيح. يعني كثير بحكي للزبائن بقول لهم بسرعة وإتقان بمشيش، بدها صبر. يطول بعمرك. بجيب أمثلة يعني بقول لها مثلا تبقى حرمة، بقول لها يا حجي أنت بدك تطولي بالك، مستعجلة بزيادة بتكون، بحكيش الحكي هذا إلا إيش عندي الإشي زيادة عن حده. بقول لها الطبخة بدها ساعة معك، لو سويتها ب10 دقائق كيف تطلع؟ تعبانة. قلت له هذا هيك الشغل، هذا الشغلة بدها تاخذ حقها، والحمد لله
بدها صبر، الحياة كلها بدها صبر. صحيح. يعني كيف انت صحتك اهم شيء؟ والله أنا وأنت بخير. انت منيح؟ أنت وين منين؟ قلت لي مرة انا من الشمال، من حيفا. حالة لا تذكرتك ذكرتني؟ عشان بيجوا عملت ناس معك فيديوين كثير. أنا. عشان بيجوا أكيد ناس أكيد، لا كثير. أكيد. بيجي عندك في ناس كثير والحمد لله الحمد شغلك لله. ماشي، اهم شيء انت منيح. بعطينا طاهر قلوبنا. حبيبي مستورة انا يا أخي، مستورة. صحيح وين صحيح. رجعت الكلمة اللي حكيناها يا أما عقليتك بتتعبك، احنا مرتاحين الحمد لله. مزبوط. مسلمينها إلى الله. انت زلمه ادمي وانا حبيت اسلم عليك بارك الله فيك. والله واطمن أنا- عنك. أنا دغري بتشرف. تذكرت انا ناسي اذا فت بسرعه لانه بدي فوت لجوا بس هو تذكرت أول قلت سوق دغري. العطارين هذا. صحيح صحيح مزبوط. الحمد لله. الله يخليك عمي. هلا تبارك علي. وانت انت اهم شغله صحتك. لا الحمد لله. ان شاء الله مطمن عنك هيك. بفضل الله يا أخي، احنا وأنت بخير. حبيب القلب حبيب القلب. أنت طبيب شغلك كم؟ نفسك يا أخي، أكلك مرضك أوقات. صحيح. أنت تتحكم في شيء بريحك، تبعد عن شيء بتعبك، لكن مش لدرجة الكسل. مزبوط. في ناس زي ما تقول أخي بكون عندهم كسل، يعني إنه بده يرتاح بزيادة فبتطلع تعب، صح؟ مزبوط صحيح. وهذه هي. طبعا يا جماعة هذا العم اللي هو من أقدم الصناعات ماسكها هون في القدس، اللي هي صنع وتصليح الكنادر أو شو بقولوا يا عمي؟ الأحذية والشناتي. بالضبط. شنط وكناتي. احنا عندنا بيقولوها كنادر، هي أحذية بشكل عام. هو أقدم شخص من الأقدم الأشخاص أسماء كثير. اللي بيصلحوا الأحذية في القدس والبلدة العتيقة. محل قديم. قبل ما نتحرك أي خطوة لازم نسرق كوباية شاي على أجمل إطلالة في القدس، فندق الهاشمي بتطل على كنيسة القيامة والمسجد الأقصى. خليكم معي قبل ما ننتقل للأكل الثاني. إقبال أجمل مطل في البلدة القديمة القدس بيطل على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. فتح وصلت على الفندق الهاشمي، أجمل مطل بيطل على البلدة القديمة. فرجيتكم إياه في فيديوهات سابقة، فتوا حضروه. واليوم رجعنا على نفس المكان لأفرجيكم المكان المميز، مكاننا مسجد الأقصى والبلدة القديمة. يعني اشتقنا كثير للقدس وصار لازم نرجع نشوفها من جديد. السلام عليكم، يعطيك العافية. بدنا هيك قرطة كنافة تكون هيك طيبة مثل حضرتك. سميد لا؟ عشت. هذا المحل محل جعفر صحيح؟ أكثر من 75 سنة. أكثر من 75 سنة ما شاء الله. واضحة، خلينا نذوقها. عشت، شكرا لك، يعطيك العافية عمي. هيك راح نذوق الكنافة مع السميد، واحد من الأماكن المميزة جدا في الحلويات، محل الحلو تبع جعفر. هي الكنافة المشهورة عندهم، تعالوا نجربها ونشوف. ما شاء الله. يا عيني يا عيني، ما شاء الله. حبيب القلب، بتجنن، رهيبة والله. اليوم ظهر صح يعطيكم العافية. الله يعطيكم. سلم على أبوه وصل. يا عيني يا عيني، زيناها. الله يعطيك حبيبي. طيب حتى نذوق
الكنافة النابلسية. أنا أول مرة ذوق كنافة في سميد، كل الوقت بذوقها في شعر. بعد الأكل اللي أكلناه والفطور وبعد الفندق الهاشمي أكيد لازم نتحلى كنافة نابلسية في سقاق البلدة القديمة هون في القدس. الشيء اللي بيميزهم إنهم بيعملوا كنافة في السميد مش في شعر. نحن أغلب المناطق عنا بنعمل في الشمال، شمال البلاد في الشعر، هون في السميد. الجبنة مالحة والسميد معطيها هيك تنوع مختلف عن كل الكنافة. كنافه بجوز. كنافة بجوز، هاي أول مرة أشوفها دائرية لنا. هي شيء فستق حلبي. طبات فستق حلبي. طبات فستق حلبي، وهي نحن مش غاشمين عنه بالضبط. كنافة ما شاء الله. عندك كنافه خشنه. هاي معروفة جدا كمان. صحيح ما شاء الله. كنيسة القيامة، واحدة من المقدسات المهمة في الديانة المسيحية هي كنيسة القيامة، قبر يسوع. خلينا نفوت ونشوف جمال هذا الباب اللي معروف انه المفتاح مع عائلتين مسلمتين بيفتحوا هذا الباب كل صباح وبيغلقوه كل مساء. واو، هذا القبر خلفي قبر يسوع. في الديانة المسيحية بيعتقدوا أنه قبر يسوع موجود في كنيسة القيامة. بالأخص أنه نحن مقبلين على عيد الأعياد في الديانة المسيحية رأس السنة، فكثير في ناس عم بزوروا كنيسة القيامة، عم بتواجدوا في القدس البلدة القديمة يا جماعة. هذا هو الباب. طبعا البلدة القديمة بتتميز في كثير كنايس، بس هاي أهم كنيسة اللي هي كنيسة القيامة، وكمان فيها بعض كنائس في من فوق البئر هيلانا حكيت عليه من الفيديوهات السابقة، موجود خلف كنيسة القيامة في بير كانت تستعمله الملكة هيلانا لتبني كنيسة القيامة اللي إسا هي موجودة هون قبالنا، فكانت تبنيها والبير موجود خلف الكنيسة. صورت لكم فيديو سابق عن البير اللي صنعته الملكة هيلانا وقدرت تبني منه كنيسة القيامة، كان مجمع للأمطار. ناكل فول وترمس. سلام، شو تحط لي؟ فول وترمس من الشوارع البلدة القديمة. إيه، أعطيني علبة صغيرة يوتيوب. أعطي إيه بينفع، بس بدك تخلط لي
طبعا مش كل شيء مع بعض. ترمس فول وحمص. بديش حمص بس بدي ترمس فول. حط لي واحدة يلا. خلينا نذوق واحدة من المحلات اللي موجودة على الشارع بين السقاق في البلدة القديمة، ترمس وفول. خلينا نشوف قديش زاكي ولا بدك تظبط لنا اياهم. في ملح ليمون او ملح؟ طبعا الحمص والفول والترمس بيزبطش بلا ملح او ملح ليمون، لازم يكون عليه. شو حطيت عليها؟ ملح صح؟ ملح ليمون؟ لا ملح ليمون ما حطيتلكش. حط لك انت ادرى، انت اللي بتعرف. حط لنا شوي صغيره. اطيب. هذا بقدونس صح؟ بزبطش ولا مقدونس؟ بزبط. ملح ليمون عندك؟ عندك؟ يا عيني يا عيني. بدها رشه صغيره صح؟ هذا ملح ليمون عشان يعطي طعم كثير طيبه. روح شوف المحل هذا محمد، روح بسرعه. عشت. والفول اكيد بحب الفول. انا والفول زبطش غير هيك. هذا كمون صح؟ ايوه. شد ايدك شد ايدك. ليش هذا الحجم؟ 15. لا بدي اكل شوي هون، ستحط لي اياه كمان. اعطيني شوكي بس الله يرضى عنك. ملح ليمون، ملح حامض وشوية كمون، هيك بيعطيها النكهة، تصير الفولات نار. تعال ندوق. الملح ليمون حافظ على القدر، فلا زايد ولا ناقص، بعطيها طعمة طيبة. أنا شخصيا بحب الفول، وإنك تاكل فول في البلدة القديمة هون في القدس مش زي أي مكان، أكيد لا. عجبك؟ بكفي القدس خيال، موجود في القدس وعم تاكل فول، في أطيب من هيك حبيبي. هاي الترمس حامض بقدونس وعليها كمان ملح ليمون. محمود أنا اليوم أكيد بطل في محل، بطل محل من أقل محل جربت أكلات. جولتنا في أعظم مكان في القدس الشرقية، المسجد الأقصى، قبة الذهب يا جماعة. إلي زمان مش جاي لهون، ورجعت أفرجيكم أكل التراثي في القدس والقبة الذهبية للمسجد الأقصى. بعد جولة أكل الشوارع ما كناش بنقدر نغادر القدس بلا ما أفرجيكم باحات المسجد الأقصى والقبة الذهبية، قبة الذهب. هذا المكان المهم والمقدس، القبة الذهبية يا جماعة. الباحات فاضي بس لكن نحن قربنا على رمضان، فترة قريبة رح يتنتلي هاي الباحات. في أحلى من إنك تقعد قاعدة على هيك كرسي في باحات المسجد الأقصى المبارك قبال هاي القبة. فيش أحلى أكيد. جمال هاي القبة مش طبيعي. الطقس كان كثير ساقع في الصبح بس إسا كثير دافي. في مصليين في كل مكان. خلونا نغادر الباحات في طريقي للأسواق، نرجع نكمل جولتنا في باحات وزقاق. نشرب اشي بارد في الزقايق في البلدة القديمة. ولاعة بخمسة، قداحة بخمسة، ولاعة بخمسة، قداحة بخمسة. تعطيني ثنتين اخذ. ليمون. ليمون نعنع صح؟
عشت انا ما وصلتنيش لحال برضه انت يعني احلى ليمون نعنع. نعنع حامض وسكر طبعا بارد اكيد. سعرها بما يقارب $2 تقريبا. حركة الناس صارت تقوى أكثر في المساء. نحن في ساعات المساء والناس عم تقوى كثير، عم بيشتروا من البسطات الموجودة هون في كل مكان، وصار في حركة قوية. طبعا بعد كل الأعمال، نحن في اليوم الخميس، فجمعة سبت أكيد راح يكون قوي لدرجة إنه يكون في حركة كثير قوية من سكان المدينة نفسهم. هاي الإشارة لباب العمود قبل ما يغيروا مطرحه، كان بمكان نقلوا له مكان. احلى العاب فرح الاولاد فرح الاولاد. نعبر هذا الطريق. هاي الأسوار يا جماعة، أسوار البلدة القديمة.